بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل معاكم بقى صينية رز النهاردة، ما شاء الله بألف هنا وشفا. وشها ما شاء الله، ومش حاطة عليها قشطة خالص. انا عاملاها بمعلقة زبدة واحدة بس، وعليها معلقة سمنة وشوية زيت ذرة. بس عملت الوش ده اللهم بارك بألف هنا وشفا. طبعا الرز المعمر عايز جنبه ايه؟ صينية بطاطس حلوة كده، وفيها فرخة جميلة كده مقلبصة. ما شاء الله اللهم بارك بألف هنا وشفا. ما بحطش خالص خالص اي دهون في البطاطس دي. هي الفرخة بتنزل دهونها مع حتة، بس حبة صغيرين كده شوية زيت ذرة، علشان تبقى ايه، يبقى الموضوع معانا بس ايه، بيدي طعم ان هو ما يخليش الحاجة يبقى الحاجة سايحة كده معاكي. الفراخ دايبة دوب، انا عايزة بس اقطعها بالمعلقة عشان اوريكي حلاوتها ودايبة ازاي. ما شاء الله بقى احلى طعم هتاكليه صينية البطاطس مع الفراخ دي. بجد دي طول عمرنا متربيين عليها، وطول عمرنا كنا بنفرح قوي لما نيجي من المدرسة ونلاقي اهلنا عاملين. شايفين؟ ما شاء الله تحفة، واكلة بسيطة وسهلة. صينية الرز حطي عليها كيلو الرز، عليه كيلو لبن، عليه كمان كوباية مية. وبعدين هنحط اللبن يكون سخن، ونقلب عليه معلقتين ملح زي ما حضرتك عايزة حسب الرغبة. والرز يبقى مغسول، وتحطيه في اللبن يكون سخن، وتحطي وهو اللبن سخن زبدتك وسمنتك اللي انت عايزاها، وعلى قد ما قدرتك. انا قلتلك المقادير اللي انا بعمل بيها، عامله الصينيه كده ما شاء الله، والرز طالع مفرفر وتحفه وبألف هنا وشفا. ما شاء الله، بالهنا والشفا. حاجه كده ايه